ضيعت فلوسي كلها وطلبت باروكة من على النت، ويا ريتني ما طلبتها. المهم انا طلبت الباروكة كده وكان نفسي اصبغ شعري اللون ده، لان اللون ده حلو قوي بس بيبهدل الشعر. فجبت الباروكة، ولما الباروكة جات لي الصراحة ان انا لقيت الماتيريال بتاعه الباروكة حلوة قوي، زيها زي الشعر الطبيعي بالظبط. الباروكة دي يا بنات فايبر، شعر فايبر حراري، يعني بيتكوي وبيتغسل عادي جدا. اول باروكة اللي انتوا شفتوها اللون ده كان عاجبني قوي قوي قوي، وكان عاجبني كمان الكيرل اللي فيه، فطلبتها وطلعت زي القمر على الحقيقه بصراحه. وطلبت القصيره دي لاني كان نفسي اشوف شكل شعري في شكل وشي في الشعر القصير، وطلعت حلوه قوي ولونها تحفه. حسيت نفسي سندريلا قوي. بصوا الباروكه كانت شكلها تحفه. عايزه اقول لكم الشعر يستحيل تفرقي بينه وبين الشعر الطبيعي. الشعر ده يا بنات شعر حراري، الباروكه دي فايبر حراري، بتتغسل وبتمشي عليها بالمكوى عادي جدا، وطلعت تحفه سواء الطويله او القصيره، طلعت حلوه قوي. اللي انا هجربه معاكم ده الحصان، بس طالع جديد كده. ده الحصان انت بتربطيه بشريطه من ورا للناس اللي بتحب تعمل شعرها ديل حصان مثلا. بصوا شكلها حلو قوي. ديل الحصان ده بقى بصراحه اللي كان تحفه وعجبني قوي قوي قوي، وبصراحه مش خساره فيهم الفلوس، بجد مش خساره فيهم الفلوس. الحاجات دي على فكره يا بنات اسعارها مش الوفات، لا الحاجات دي اسعارها حلوه وفي متناول الجميع، وفي نفس الوقت بتديكي لوك حلو قوي وتغيير على العيد. يعني مثلا ديل الحصان الكيرلي ده لو انت عملتيه على العيد على بيجامه حلوه وحطيتي مثلا روج وتنت، هيبقى شكلك قمر. في منه الكيرلي اللي انتوا شفتوه وفي منه الناعم ده، الاثنين بصراحه احلى من بعض، بس انا عجبني الكيرلي قوي، حسيته لايق اكتر على وشي. وفي كمان من ديل الحصان غير الشريطه في التوكه دي، اللي هو انت مشبك كده وبتربطيه، بتعملي شعرك برده كحكه وبتربطي كده بتحطي المشبك على الكحكه. بصوا ده برده كيرلي وقصير في طويل، يعني ده كيرلي وتحسوا ان هو قصير في طويل برده حلو قوي، وبيدي فوليوم كده لشعرك وبيدي شكل حلو قوي لوشك. بصوا بقى في زي دي يا بنات، دي قصه بجناب. دي مثلا لو انت عايزه تلبسي طرحه وترمي وتبيني مثلا شعرك منها، لو انت مثلا عايزه تعملي شعرك من ورا اي حاجه، دي قصه بجناب بتتعمل بكباسين كده من قدام، تقدري انت ترفعيها، مش بتتخلع ابدا. هي الكباسين انت بتدخليها في شعرك من قدام، مش بتتخلع ابدا يا بنات. بصوا دي قصه بجناب بس عجبتني قوي. لو انت مثلا عايزه تلبسي طرحه وترميها كده، ويبقى الجزء ده باين من قدام، شكلها حلو قوي. ودي بقى اللي هي الاكستنشن اللي بتتركب في نص الشعر. بصوا دي طبعا الكباسين اللي بتتركب في نص الشعر. الحاجات دي انا جبتها من عند بنوته اسمها سولي. وحتى الرموش اللي انا مركباها دي يا بنات برضو من عند سولي، رموش حلوه قوي وشعر طبيعي زي البواريك بالظبط. البواريك برضو طلعت تحفه والاسعار حلوه قوي. هحط لكم اللينك تحت.